العروسة دي بقت ترند عالمي، بس الترند ده بيقول لنا حاجة أخطر بكتير عن الجيل الجديد. خلينا أشرح لك الكلام عليه. سنة 2015 فنان من هونج كونج اسمه كاسينج لونج اخترع شخصية اسمها لابو، وبعدها شركة بوب مارت حولتها لعروسة صغيرة بتشتريها من غير ما تعرف شكلها، يعني أنت وحظك، وسعرها ممكن يوصل ل$1000، يعني حوالي 50,000 جنيه. البداية كانت لعبة للناس اللي بتحب تجمع الحاجات النادرة، ومحدش كان مهتم قوي لحد ما ليزا من بلاك بينك ظهرت بيها السنة اللي فاتت وقالت دي البيبي بتاعي، ومن هنا الترند انفجر وبقت الناس بتجري ورا لابوبو كانها كنز، والطوابير بقت بالساعات في اي مكان بتتباع فيه، لدرجه ان بوب مارت وقفت البيع مؤقتا في بريطانيا من كتر الزحمه. الفكره بقى ان الموضوع مش مجرد لعب، عشان في وسط الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها جيل كامل مش قادر يشتري شنط فخمه ولا يسافر ولا يعيش زي زمان، فبيدور على حاجه صغيره يحس بيها انه لسه قادر يدلع نفسه بحاجه مش رخيصه بس في نفس الوقت ممكن يوصل لها. العروسه دي بقت رمز، حاجه الناس بتتعلق بيها عشان تحسسهم انهم لسه في الطبقة الراقية حتى لو مؤقت. والسؤال بقى وبكل صراحة، انت اشتريتها؟